السلام عليكم. أنا كنت حابب أشرح النهاردة المانيوال مابينج وإيه هو الفرق ما بينه وما بين الأوتوموبايل وهو هيفيدني في إيه. طيب المانيوال مابينج ببساطة إحنا بنكتب الكود بتاع التحويل بإيدينا. دلوقتي عندنا مثلا كلاس زي الكلاس بتاع الكاتيجوري، أنا عايز أعمله مابينج لكاتيجوري مثلا عيد دي تي أو. حلو. كنت أنا في الأول بستخدم اكستنشنز الأوتومابر وبستخدم كود الأوتو مابينج عشان أحول من الكلاس ده للكلاس ده. ده كان بيعمل لي مشاكل في الران تايم كود. كان اي مشكله في المابنج عندي كنتش اقدر اشوفها الا في الران تايم كود، فبالتالي دي بتعمل لي مشاكل قدام. وفي نفس الوقت لما كنت بعوز اعمل كاستمايزيشن في المابنج نفسها، كنت بتحس ان انت بتكتب كود تقيل كده، تحس ان انت بتكتب كود جلتي فيه. طيب، فاللي انا عملته ان ليه ما نعملش الكود المابنج ده بايدينا احنا ببساطه. كل اللي احنا عايزين نعمله ان احنا هنشاور من نقطه لنقطه تانية، فما نعمل ده بايدينا احسن. في نفس الوقت هيكون الموضوع ده انا شايف عمليه الكومبايلنج نفسها، فبالتالي الايرورز اللي تحصل في الران تايم تتحول لايرورز موجوده في الكومبايل تايم، او حتى تكون ايرورز قدامي اقدر اشوفها. في نفس الوقت اقدر اكون شايف هنا مثلا، على سبيل المثال اقدر اكون شايف عمليه التحويل نفسها من هنا لهنا وهكذا. تمام. طيب، علشان نبدأ نعمل عملية المانيوال مابينج هنكريت كلاس هنسميه مثلا، احنا هنعمل مابينج للكاتيجوري فهنسميه كاتيجوري ماب بروفايل. ماب بروفايل. طيب الكلاس ده هيكون مبدئيا public وبرضه هيكون static. جميل. طيب اول حاجه احنا عندنا دي تي او اصلا؟ لا لسه ما عندناش دي تي اوز للكاتيجوري. طيب احنا عندنا كام دي تي او؟ في الأغلب بيكون عندنا من 2 ل3. طيب إيه هما الاتنين؟ طيب يا باشمهندس، واحدة هتكون لريد الريسبونس اللي بيطلع، واحدة للكرييت لو أنا عايز أكريت، والتالتة بتكون للأبديت لو أنت عايز تعرض حاجات معينة يأبديتها، مش عايز يأبديتها، حاجات زي كده. تمام. ولكن إحنا هنعمل للكرييت وللأبديت، ودولت التو دي تي أوز اللي إحنا هنشتغل عليهم النهاردة. تمام. هنفتح كده فايل الكاتيجوري، هنقول له هنا جوه الدي تي او هنعمل فولدر جديد هنسميه كاتيجوري دي تي اوز. جميل. طيب جوه الكاتيجوري دي تي اوز هقول له ان انا عايز اعمل هنا اول كلاس عندي هيكون كاتيجوري دي تي او. طيب هيكون برضه public وهيحتوي برضه على النيم فقط، صح؟ ايوه النيم فقط اللي احنا محتاجينه. طيب هل ده اللي انا محتاج اريد؟ لا طبعا انا محتاج برضه اريد الاي دي. فالاي دي عندنا من نوع انتجر، فهنعرضه هنا برضه من نوع انتجر. تمام. هنروح بعد كده نكريت الملف بتاع الكريت. تيجي كريت public، وبدل ما هيكون في اي دي ونيم هيكون بس في النيم فقط، لان انا الاي دي بيتكريت عندي اوتوماتيك في الداتابيس. جميل. كده احنا جهزنا المابينجز بتاعتنا الدي تي اوز بتاعتنا. نبدا نكريت بقى هنا في الكلاسز بتاعتنا. اول حاجه احنا عايزين نعمل مابينج من ال الكاتيجوري العاديه للكاتيجوري دي تي او. يعني من الاخر مين اللي عايز يطلع في في الريتيرن بتاعتي؟ هي الكاتيجوري ريد دي تي او. فاقول له هنا بابلو ستاتيك برضه، اقول له هنا من نوع كاتيجوري كاتيجوري ريد دي تي او. تمام. وهسميها ماب فروم كاتيجوري تو ريد دي تي او. تمام.
وادي هنا عملنا الفانكشنز بتاعتنا. طيب ايه البارامتر اللي هياخده؟ طبيعي ان هو ياخد البارامتر بتاعت الكاتيجوري العادية، فاقول له هنا this عشان اخليها اكستنشن، واقول له هنا كاتيجوري العادية، اقول له انت هسميها هنا مثلا الكاتيجوري دي. تمام. طيب في ريتيرن، اقول له هنا ريتيرن نيو كاتيجوري ريد تي او. تمام. وفي الاخر السيمي كولوم بتاعتي. اول حاجة انا هديها له هو الاي دي، تاني حاجة الميل، وهو ده اللي هيشاور عليه. فبالتالي انا كده عملت مابنج ببساطة. قلت له بص، عندك الكلاس الكاتيجوري دي تي او، عندك الاي دي بيشاور على الاي دي ده، والنيم بيشاور على النيم ده. فبالتالي حتى انا بعد كده لو انا حطيت اي بارتي ممكن ما تكونش جايه لي من الكاتيجوري ديت وعايز اضيفها من كلاس تاني، ببساطه في الايكوال هشيل الكاتيجوري نيم واضيف الطريقه اللي انا عايزها. فالكستمايزيشن هيكون سهل جدا، في نفس الوقت انت شايف المابنج بعينك، وتقدر بعد كده لو انت حبيت في حصل اي ايرور هيكون ظاهر قدامك بشكل واضح في الكومبايل. تمام. زي ما احنا عندنا هنا الريد، عايزين برضو نعمل ليه الكريد، فهناخد نفس الفانكشن دي، بدل ما هتكون ريد هنا اقول له لا احنا عايزينها كريد دي تي، واقول له هنا من ديت من كاتيجوري لكريد. تمام. وهنا هيكون ابدي دي في الريتيرن، طبعا ما فيش اي دي في الكريد، الكريد بالكريد لوحده. طيب تمام. طيب هل هو هنا في الكريت انا بكريت من ايه لايه؟ يعني انا هل هو بيكون جاي لي في البارامتر اصلا؟ اللي بيكون في البارامتر مين؟ يعني خلينا نروح نرجع للفانكشن بتاعت الكاتيجوري بتاعت البوست. الفانكشن بتاعت البوست المفروض اللي هيكون جاي لي من البارامترز هو الكريت كاتيجوري، صحيح؟ وبعد كده اللي هيتخزن في الداتابيز هو الكاتيجوري نفسها اللي هو من نوع كاتيجوري، يعني ده التيبل بتاع اللي في الداتابيز. فبالتالي احنا هنا هنعكس بقى، بدل ما يكون هنا كرييت كاتيجوري او كاتيجوري كرييت دي تي او، لا احنا هتكون كاتيجوري بس هنا. هناخد ديت كده كوبي ونحطها هنا، وديت هتكون جايه لي هي في البارامتر، وفي الريتيرن انا هرجع له ايه؟ الكاتيجوري، هو بيكريت لي الاي دي. طيب دلوقتي احنا كمان عملنا هنا لي من ال عملنا هنا كمان الكرييت لي ريد لي اي دي، يعني او أعيد لي كاتيجوري واحدة. ماشي. احنا هنا عملنا عيد لي كاتيجوري واحدة، احنا عايزين نعمل دلوقتي اي انيمابل منها، عايزين نخليها يكون ليست. طيب. يبقى احنا هناخد دي كوبي، وبعد كده هنروح هنا نحطها تاني زي ما هي، وهنقول له هنا بدل ما يكون جاي لك واحد، لا احنا هيكون جاي لك اي انيمابل. اي انيمابل هيكون من نوع الكريت كاتيجوري. خلينا نشيلها كده ونكتبها تاني انيمابل، وهيكون عندي هنا من نوع الكاتيجوري ABTO. تمام. وهناخد نفس الموضوع هنا وأقول له هنا. طيب نفس الموضوع. طيب في الريتيرن عندي هنا الوضع هيكون مختلف. ليه؟ احنا دلوقتي عايزين نريتيرن الكاتيجوري ديت. تمام. وعايز أعرض كل واحدة فيها، فأقول له هنا الكاتيجوري دوت. طيب أقول له هنا دوت إيه؟ دوت سيلكت. تمام. وأودي له هنا الأقواس بتاعتي سيلكت، وأقول له هنا أنا عايز أعمل للكاتيجوري الواحدة
خلينا نسمي دي كده categories عشان تكون كنيم conventions أحسن. وهسمي ديت category. عايز أقول له الكاتيجوري دوت، هلاقي عندي الفانكشن بتاعت الماب فروم كاتيجوري تو ريد دي تي او. طب هي ازاي ظهرت؟ علشان الزس، عشان الاكستنشن اللي احنا عملناها بسبب الزس ظهرت، فبالتالي انا قدرت ان انا اخليها تبع الكلاس بتاعي. طيب في الاخر احط اللي هي الاقواس بتاعتها بس. كده احنا عملنا المابنج بروفايل بتاعنا هنا لو انا عايز اجيب كاتيجوري واحده، هنا لو انا عايز اجيب ميني كاتيجوري، هنا لو انا عايز اعمل الكريت بتاعتي. خلاص حلو جميل جدا. يلا نروح بقى على الكنترولر بتاعنا ونروح نرجع للجيت اول. جوه الجيت اول، جوه الجيت اول هنا بعد ما اقول له تمام انت جبت كل الكاتيجوري، اقول له var response كاتيجوري مثلا هي ايكوال ايه؟ هيكوال اسم الكلاس بتاعنا دوت map to read. احنا عندنا هنا مبدئيا، احنا عندنا هنا في الكاتيجوري احنا مسمينه ايه؟ احنا هنا read دي تي او، لا احنا هنا مفهوم category list. وبعد كده نرجع هنا هنلاقي الاسم ظهر معانا مفهوم category list read دي تي او، وهياخد الكاتيجوري بتاعنا. طيب وفي الريسبونس انا عايزك ترجع لي ده. طيب هيقول لك ايه ليه؟ لان هنا الريتيرن المفروض من نوع كاتيجوري، يبقى احنا المفروض هنغيره من كاتيجوري لكاتيجوري دي تي او، وناخده هنا كوبي ونخليه برضه في الريزلت ريسبونس بتاعنا كاتيجوري دي تي او. تمام كده هنا اشتغلت. طيب خلينا نروح كمان اللي هي الجيت باي اي دي. هنا انا باجيت، بعد ما باجيت واقول له الدنيا تمام انا عايز ارجع ريسبونس، هعمل نفس الموضوع var category response هاي ايكوال، اديله اسم الكلاس، اسم الكلاس بتاعي اللي هو الكاتيجوري ماب بروفايل بتاعي دوت ماب فروم كاتيجوري تو ريد فيديو، وهخليه هنا هياخد الكاتيجوري بتاعتي هنا. وفي نفس الموضوع هنعمله تاني، ناخد هنا بدل من هنا كاتيجوري عادية فلا كاتيجوري فيديو، وفي الريسبونس نفس الموضوع، وهنا في الريسبونس بتاعي هياخد الكاتيجوري ريسبونس. طيب ننزل تحت للبوست، عندي هنا البوست بتاعتي. طيب احنا مبدئيا احنا عندنا في الريتيرن هيكون الكاتيجوري ايه؟ ريد دي تي او. تمام. وهنا ايه اللي انا هاخده في الواتر؟ هاخد كلاس الكاتيجوري؟ لا، هاخد الكاتيجوري، هاخد الكاتيجوري كريت دي تي او بتاعتي. تمام. هيقول لك هنا ايه ده في ايرور، لان ببساطه في الكلاس احنا المفروض بنرجع كلاس كاتيجوري، هو ده اللي بيتخزن في الداتابيز، هو ده اللي عندي مكتوب في الداتابيز. فخلاص هعمل هنا var اسميه receive request هي ايكوال اسم الكلاس بتاعي اللي هو اسمه ايه؟ category map profile دوت، تمام دوت هنا create video. وبعد ما بخلص واخد دي هنا وحاططها هنا كده هتلاقيها اشتغلت. طيب تمام. انا عايز ارجع الداتا بتاعتي. طيب ايه الريسبونس اللي احنا بنرجعه؟ احنا قلنا هنرجع الكاتيجوري read دي تي او. احنا هنقول له هنا هو result. خلينا حتى ناخده من فوق عادي زي ما هو اهوت، ناخد نفس الفار ده وهنحطه هنا. طيب هناخد اني واحد؟ هناخد ده اللي هو بياخد الكاتيجوري. طيب هتلاقي فيه ايرور ليه؟ ان هو هنا بقى nullable، لان دي بتحتمل ان هو تتم عملية التحويل وممكن ما تتمش. فدايما هنا خلينا نشيل بقى اللاين ده كده، ناخده كده كوبي زي ما هو ونشيل، ونقول له هنا if condition if receive null جاي لك بnull
هترجع له ايه؟ هترجع له هنا والله مسج فولس، وتقول له هنا والله اللي حصل فيل. طب ايه سبب الفيل؟ تقول له هنا data is empty. وهنا نسينا أقفل كمان. تمام، ونرجع هنا الفاريبل بتاعنا. تمام، وبعد كده باخد الداتا ديت، أقول طبعا من الكاتيجوري ال VTO، هديها له هنا برضه في الريسبونس، وهديله الفاريبل بتاعي. وتمام، كاتيجوري created successful. تمام، نبدأ هنا بقى نرن المشروع، ونبدأ هنا نتست الداتا جوه الكاتيجوري. أقول له هنا get all، أقول له get. طيب دي الداتا اللي جابها بالشكل اللي احنا عايزينه، ID name زي ما احنا كنا عارفين. تمام، جوه البوست هنا خلينا نبدأ نضيف بوست جديد نسميه flowers مثلا، وهقول له execute created successfully، ال ID بتاعه 5 flowers. تمام، طيب خلينا نتراي اوت نجيت ال ID اللي هو 5 اللي لسه موضف جديد، تلاقيه اتضاف والدنيا تمام شغالة ID flower. فببساطة اللي احنا عاملينه هنا في الكاتيجوري ماب بروفايل هنا هو تسهيل، وفي نفس الوقت مريح جدا ليه. انت ممكن بتاخد دقيقتين 3 مثلا تكتب في الكود ده، هيكون اسهل ليك من انك انت بتستخدم الاوتو مابر. والاوتو مابر الايرورز اللي بتطلع منها في الران تايم ممكن بتكون بتخنق او بتضايق، وحتى كمان الكستمايزيشن فيها احيانا بتكون صعبه او بتكون رخمه. هنا بتكون الدنيا سهله، انت عامل الموضوع كله من الاول للاخر بايدك، فانت عارف كل خطوه هي ماشيه ازاي فيه، فبتكون اريح واحسن. فتستخدم الاوتو مابر، تستخدم المانيوال مابينج، الاتنين بقوا معاك دلوقتي، فبقى عندك اوبشنز احسن، فبتبدا تختار فيها. قول لي انت ايه رايك في الكومنتات، هل بتحب الاوتو مابر تستخدمها، ولا شايف ان المانيوال مابينج هتكون احسن ليك بعد كده في الاستخدام قدام؟ انا عن نفسي استخدم المانيوال مابينج دايما. شكرا لكم.